السلام عليكم يا اهل الحكايات. واش عقلتوا عليا؟ انا عارفه باللي الغياب طال، ولكن الرجوع ديالي اليوم ماشي عادي. قبل ما نبداو القصه ديال اليوم بغيت نقول كلمه من القلب. شكرا بزاف لكل واحد فيكم تفاعل مع القناه، كتب تعليق، دار لايك ولا غير سمع القصه حتى الاخر. الدعم ديالكم هو اللي كيخليني نكمل، وكنعتذر منكم على الغيبه اللي فاز، ولكن الحمد لله انا رجعت. ومن هنا لقدام ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جداد وقصص اقوى واحسن من اللي قبل. دابا حضروا راسكم، طفيو الضو، ديروا السماعات ديالكم وخليوني ناخذكم في واحد القصه جديده. كان يا مكان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان. كانت الريشه تقهر الميزان، وكان العمى يتخطى الصوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الوديان، والعرصة كانت تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان وكان حتى كان في دوار بعيد ما كان عنده عنوان. عاشت غلالة في أسرة فقيرة، الأم مريضة مسكينة، والأب فقير معدوم، والخوت صغار مساكن. إلا فطروا ما يتغداو، وإلا تغداو ما يتعشاو. باختصار الفقر كان خوهم وصاحبهم بالليل والنهار. غلالة كانت بنت زينة، لا الفقر خلاها غبينة ولا الجوع خلاها حزينة. الشعر كي الليل كحالو طويل، والعينين عسل مصفي، والروح خفيفة ولطيفة. بنات الدوار كلهم على زينها حاسدينها، والحاسد كايطيح في شر فعالو. واحد العام حمل الواد وهاج على الدوار، وهلك الزرع والبهيمة. ما بقى في دار غلالة ما ياكل الصغير وعلى الكبير. ماتت الأم المريضة، وزاد الحزن على الفقر، والضحكة هجرات الدار وحلات محلها الدمعة والمرار. هنا بات غلالة قرر أنه يتزوج ويجيب أم جديدة للدار، لكن هاد المرة ما حصل الاختيار. عوض ما تكون هاد المرة الجديدة أم حنينة على الوليدات الصغار، كانت مرات الأب قاسية، ما تكون قلبها رحمة ولا شفقة. كانت غلالة أكتر نصيب من قسوة ديالها. الحسد عماليها البصيرة، الشغل كتير هي تديرو، والحطب هي تجيبو، والما تسقيه، وكل هذا باش يدبل زينها ويضعف عودها. لكن غلالة يوم بعد يوم كيزيد الجمال ديالها ويزيان عودها. ومع الأيام ما بقات بيد قاسية القلب حيلة، غير شي مرضى ولا قتيلة. واحد النهار كتير البرد والشتا، رسلات غلالة للغابة تحطب، وتبعاتها قاسية القلب. ايوا ملي غلالة توسطات الغابة طاحت عليها الضبابة. قاسية القلب لقاتها فرصة، جات من وراها ورماتها بحجرة للراس، وبسرعة حفرت ليها القبر ودفناتها. طارت بالفرحة، لا الغاشي شاف الحفرة ولا شاهد شاف مجرى، ونسات قاسية القلب أن الله أعظم شاهد. فاقت غلالة ولقات قدامها واحد الوجه قبيح، غوتات، لكن مول الوجه القبيح تبسم وقال: لا تخافي يا غلالة، انتي ماشي في قبرك الصغير، وانا ماشي منكر ولا نكير. شفت اش دارت لك قاسية القلب، وتسنيت حتى خوات الغابة وطلعت الضبابة وجبتك لعندي، وهنا عليك الامان. شافت فيه غلالة وقالت، والخوف باين في عينيها: شكون انت مولاي الغول؟ تبسم الوحش مرة أخرى وقال: انا كيف ما قلتي غول، ولكن ماشي بحال قاسية القلب. سكنت الغابة من قديم، وعمري ما عاديت شي واحد من البشر. دورات غلالة عينيها وما شافت غير الليل والظلام، وقالت: واش هاد المكان ما تعرف ليلو من نهارو؟ جاوبها الغول: هذا ديال قديم، نشف الماء منه وما بقى يجي حد يسقي منه. شديته
وسديتو وسكنتو. هنا خافت غلالة وقالت: سديتي؟ إذا ما كاين اللي يسمع صراخي إلا كانت نيتك الأذية. جاوبها الغول: يا غلالة، قلت لك عمري ما عاديت شي مخلوق، ولو كنت نويت الأذية لأديت قاسية القلب. هي الأولى، أنا بغيتك تعيشي معايا وتونسيني وبحديتك تسليني، وراه ظلام البير خير من ظلام قاسية القلب. إلا رجعتي ترجعك للحفرة تاني. بدات غلالة كتحس بارتياح شوية وقالت: موافقة يا مولاي الغول، ولكن ما نوعدكش أنني نعيش معك عمري كامل. فرح الغول، أخيرا ولا عنده ونيس من بعد ما كان عنده لا صاحب ولا جليس. شافت غلالة البير ودورات عينيها على اليمين والشمال، وشافت باب مسدود. سولات الغول على أمر الباب. الغول تبدل لونه وغلاض صوته وقال: إلا هذاك الباب، باب قبيح، لا هو ليل صريح ولا نهار فساح. داخل منه غدار إلا طمع في النار، والطامع فيه مقتول وخيج بالأعذار. كانت غلالة فاطمة وذكية وفهمت المقال، وما بيناتش الغول وكفات عند السؤال. ومرات الأيام بدات غلالة كتولف الغول وظلام البير، وبصراحة كان الغول طيب معاها، ما خلاها مخصوصا بحتى حاجة. الماكلة المخيرة تاكلها، والكسوة الغزالة كسوتها، وكلمة طيبة تسمعها. ومع الوقت محات فكرة الهروب من البير من بالها، لكن أمر الباب دار ليها شوكة في عقلها، وفضور زار بالها اش كاين من وراه، وعلاش وقت ما ذكراتو يتبدل عليها الغول. اليوم تكشف السر وتعرف أمره. حطات يديها على الساقطة وحلت الباب. طلعت لكن ما شافت والو، طريق مظلم وطويل. خدات الشمعة بيديها وشقات طريقها، ومن بعد مدة من المسير شافت في البعيد الضو كيشع يعمي البصر. فرحت غلالة بالضو، حيت كان في البير الظلام ليلها والشمع نهارها، والضو ما كانت تشوفو غير في الحلم. فرحت غلالة وغضبات حيت خاصها ترجع للبير قبل ما يرجع الغول ويكشف سرها. وبسرعة رجعات، دخلات وسدات وطفات الشمعة ونعسات. رجع الغول وحتى حاجة ما حس بيها، لكن هاد المرة جاب الغلالة هدية عجيبة. جلست غلالة كيف العادة وسولاتو: اش جبتي ليا اليوم؟ جاوبها الغول: هاد المرة جبت ليك اللي ما عمري ما جبته. جبت ليك زيت الزيتون، إلا غليتيها وحطيتي فيها رجليك يخرجوا يلمعوا كي الذهب. وجبت ليك الرماد الكحل، إلا كحلتي به عينيك يصبحوا يبرقوا كيف الجوهر. أما الصلصال الأحمر، إلا حنيتي به يديك عمرهم ما يدبالوا. لا ظنات أن الغول كشف سرها، وأن هذا مجرد عقاب ليها. الزيت المغلية والرماد الكحل والصلصال الأحمر، حيت من قبل نصحها ما تحل الباب، حيت الباب البير حجاب والداخل منه غدار. هي أنا اللي دخلت، إيوا اللي غدر يستحق العقوبة. قال ليها الوحش: عارفة غلالة أنك شاكة فيا، ولكن الصح قلتو، وجربي وشوفي. وقررت باش تجربها قدامه باش تمحي شكو وهامه. لكن المفاجأة حصلت. شافت غلالة راسها في المراية، ما صدقاتش اش شافت. صبحت وحدة من حور العين، العينين تيبرقوا واليدين والرجلين. وعرفت أن الغول صدقها القول، وأنه ما عرف والو على الباب اللي حلاتو. ودايست الأيام، وقررت غلالة أنها تحل الباب مرة أخرى وتعرف سر الضو في آخر الطريق. خرج الغول كالعادة، وغلالة تبعاتو للباب، وشقات طريقها مرة أخرى وزربات في المشية حتى وصلت للنور. قربات واش لقاتو مخرج سري للبير كيخرج لواحد الجردة جميلة. غلالة ما صدقات اش شافت، الورد
والفراخ والفراشات، جنة فوق الأرض. الفراخ تغني والواد كيجري، وغلالة تجري وتابعه وترش عليها من ماء، وحلات ضفايرها يتنفسوا بعد ما هلك هضلة من البير. وفي البعيد شافت غلالة قصر كبير، واحد النسا جايين قاصدين المكان كيغنيو ويشطحوا. خافت منهم غلالة وتخبات بين العجب. بدات الشمس تغيب، وحسات غلالة باللي الغول قرب يرجع، ورجعات لبيرها قبل ما يتفضح سرها. ومن داك اليوم وقت ما خرج الغول كتبعو غلالة للجردة تجري وتلعب حتى العشية وترجع البير قبل منه. واحد النهار خرج المير ديال البلاد يتنزه، وحس بالعطش وقصد الواد. مد يديه للما، واش لقى تما؟ شعره من ضفيرة غلالة كيلعب بيها الماء. خداها بين يديه وتساءل واش كاينه في البلاد اللي عندها هاد الشعر. ما كاين نعاس. اليوم ندق باب الديور باب باب حتى لنلقى الكلامي جواب. في الحين رجع للقصر وامر الخدام والحاشم ديالو يقلبوا على مولات الشعره، حتى حد ما كان عارف غلالة اللي كتجي للجردة كل يوم. وغلالة ما كانت عارفة باللي مير البلاد عليها كيقلب ويدق البيبان. وصل الخبار للمير أن بنت غريبة على البلاد كتجي كل يوم للجردة وتلعب وتشرب، وقبل ما الشمس تغرب خوي الجردة ما معروفة لا إنس ولا جن. قرر أمير البلاد يمشي للروضة ويتسناها بنفسه. الصباح التالي حس الغول بالمرق وما خرج من البير. هنا غلالة ما كانش جاحدة وقررت تقابله وتداويه. بقى الوحش في البير يومين، ويومين بات الأمير في الجردة يتسنى غلالة تظهر. وفي اليوم الثالث رجع للقصر. في البير زاد الحال على الغول، وما عرفت غلالة المردودوة غير الدعاء. وفي اليوم الرابع مات الغول، وحزنات غلالة وبكات حيت كان الغول بوها وامها وخوها وصاحبها. فات النهار وغلالة عليه باكية، لكن ريحته بدات كتفوح حيت كيشتو الوحوش ماشي بحالنا ودمهم ماشي بحال دمنا. غطاتو غلالة وخرجت للروضة، غطاتو غلالة وخرجت للجردة. ملي خرجات كانت عارفة أن البير ما ليه رجوع، وما كاين هنا اللي يحميها لا من برد ولا من جوع. كانت خايفة وهي جالسة شافت في البعيد عودة هربانة، ومن وراها رجال تابعينها بحال الحياحة. خافت غلالة والعودة جاية قصداها، ووجدات خطاويها للهروب. لكن العودة خافت جريتها حتى وقفت قدامها وقربات. مسحات غلالة على وجهها حتى تهد الناس. وصلوا الحياحة وما فهموش اش جرى. العودة اللي ما قدروش يروضوها ايام ورضتها غلالة في دقيقة. قرب كبيرهم وخدا للجام وسول غلالة شكون هاد بنت الناس. خافت غلالة من الجواد وخافت لي يكونوا هاد الرجال قصا من مرتباها، وقررت بفطنتها ودهاها تعطيهم جواب يمنعهم منها. انا اللي خلى اليتام وتسكن الظلام، وخلى العروش وسكن مع الوحوش، ودابا الوحش هالك والباب سالك. يا نكون بينكم ضيفة ولا ضيفة على دار الخليفة. كبيرهم ما فهم كلامها وقال هاد البنت أمرها عظيم وما يفهم كلامها غير الشيخ الحكيم. ومشاو وجروا العودة ورجعوا للقصر. ملي رجع للقصر حكى للمير الشاف من غلالة. هنا المير عرف باللي هي البنت مولات الضفيرة اللي عليها كيقلب، وبسرعة خرج مع الخادم لجنب الواد فين شافها. كانت غلالة مازال جالسة حايرة فين تمشي وتبات ليلها. وقف المير قدامها وتسحر بزينها وشبابها، أما هي وقفت خايفة. المير باين مير من لباسه وقالت ماشي أنا اللي هربت العودة، راه هاد السيد اللي معاك.
ضحك المير وقال: ماشي العودة جيت، ولكن جيت نشوفك. وشاف المير ضفايرها وعرفها مولات الشعرات الطويلة. إيوا قص الأمير قصتو الغلالة وقصت عليه قصتها، واندهش ملي سمع منها ما جرى ليها، وتفتن بفطنتها وذكاها، وعرض عليها الزواج والعيشة في القصر. فرحت غلالة بالعرض وقبلات، وعرفت أن الصبر آخره نيل المراد. في القصر كانوا 3 الجاريات حاقدات بغاو يفوزوا بقلب المير بأي طريقة، بالسحر، بالشعوذة، حيت إلا فازوا ولاو أميرات وملكات من بعد. مني دخلت غلالة للقصر كانت كي القمرة والنجوم دايرين بيها. الخدم والحشمة سيدي يتناوبوا على خدمتها، الحرير هي تلبسو والجوهر تزين به. وهاد الشي ما زاد غير شعل نار الحسد والغيرة في قلب الجاريات. بقات 3 أيام على العرس ديال المير مع غلالة. في الليلة الأولى تسللات وحدة منهم لبيت غلالة باش تشوف اش كدير باش تكون بهاد الجمال. إيوا شافتها كتغلي الزيت وتغمس فيها رجليها وتخرجهم كيلمعوا بحال الذهب. وقالت للجارية في سرها: ساهلة مهلة، زويتة مغلية ورجيلاتي يلمعوا ليا. وبسرعة سدات عليها بابها وغلات الزيت، غير خشات فيها رجليها حتى فضحت الدنيا بغواتها وحرقات رجليها. ومن داك اليوم ولات تزحف على يديها. أما الليلة الثانية سلات الجارية الثانية لبيت غلالة وشافتها كتكحل عينيها بالرماد الكحل. وقالت الجارية في سرها: ساهلة مهلة، كاين العود والرماد موجود، ما نعس الليلة حتى نضربها بتكحيلة. ايوا وجدات الكحل وتسمرات قدام المراية، غير بدات تكحل فرحانة وحلات عينيها حتى لقات راسها ما كتشوف غير الكحل والظلام. اداليها الحسد البصر وعمى ليها البصيرة. في الليلة الثالثة الجارية الثالثة ما كان زهرها احسن من خواتاتها، حتى هي تسلات لبيت غلالة وشافتها كتحني يديها بالصلصال الأحمر. فرحات وقالت: سهلة مهلة، نعس محنية ونفيق مهنية. مشات الجارية لبيتها، خلطت الصلصال الأحمر بالماء وطلصت يديها ورجليها ونعسات. ليلها تحلم بالصباح. وفي الصباح ملي فاقت لقات يديها ورجليها تحجرات وما بقات قادرة على حركة. وعرفت الجارية أن الحاسد غادي الخسران. وأخيرا حلات الفرحة بوابها الغلالة وانطلقات الفرحة في البلاد السعيدة. وداز العرس 3 أيام فرح فيها الصغير والكبير والغني والفقير. واللي زاد من فرحة غلالة أنها عرفت أن مرات باها قاسية القلب ماتت بمرض قبيح. وهكذا سالت حكاية غلالة. غلالة ما بقاتش غلالة، سكنت في قصر كبير وتسمت بشمس الضحى. لا شمس الضحى اللي كان في زمانها الخير والخمير، لا ظالم ولا مظلوم، ولا غالب ولا مغلوب. ومشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد يحكيها الجداد للصبية والحفاد. كنتمنى تكون عجبتكم القصة ديال اليوم. ما تنساوناش بالدعم ديالكم من لايك والكومنتيرات والبارطاج. نتمنى انكم تابوناو القناه ديالنا باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف.